Yasser on the beat. ياه راهم يضربوكم بالسبتاع. أعطيه الصوت. انا نسكن في سكانه والسمنين الحلوم. السيد اللي دار هذه اللقطه يتصل بيا فورا، راني عارضه ندير له فطور من اروع ما يكون، فطور ولا عشاء. هو اكيد راه يسكن هنا في العاصمه، يجري رمى كرسي طاح. ولا اروع على بالك، اقسم بالله العظيم. هذه راهي تنسي في امكالاردين. هذه راهي تنسي في امكالاردين. الضربه تاع السبت هذه ضربه تاع معلم، يعني واش اللي قال. اجلدوا يا بلال. شوف ضربوا عوقوا، يعني ما فيهاش نقاش. شوف. عدد المناصرين الجزائريين عدد قليل، يعني ما كانوش بزاف تاع الياسمه، والله ما كانوا بزاف. والمرار كانوا معمرين المدرجات. يعني صراحه ربي في القران الكريم وش يقول؟ وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. البارح شفناها، يعني فئه قليله غلبت فئه كثيره. والله هايله، يعني استمتعت. عندنا شويه يعني تاع مناصرين هذو. شوف هذو اكدوا لنا بما لا يدع مجالا للشك باللي يا ودي قادرين نحتلوا المروك هذه، نحتلوها بالسنتوره برك. باع وروح. وين اش غنديرو ما نديرو؟ ديرو ابينو. On a hurlé hier, nous sommes tous des fils de pute. Non, si. Oh. Ah oui. استغفر الله. هاي شد روحكم مليح. سير اللوبيا المعفونه اللي فاتك خليه لولادك، وحنا راه باقي نعبدوا ولا الشعر كحل غري. يا ويلي تعاقلي على مشطه القرن. يا ويلي يا الكلبه. يا ويلي غنشوك غندير لك السكر. Here I come. Here I come. Hey, y'all come look at this. سي المنتخب المغربي طبعا مقدر مشاعر الجماهير. هذه في خاطر كاع اللي يشد روحكم مليح. شغل الفيديو خليفه. والله سيدي انا تنقول للمغرب هز السلاح ديالك اخويا، وهز داك الطيارات اللي عندك وسير ضرب ايران، شخمها كامله وتقسم داك ايران حتى هي، وترجع الاحواز العربيه وبلوشستان حتى هي، وداك اذربيجان داك الشيء، والاكراد حتى هما ياسسوا شي دوله. الجزائر لا ينفع معها خطاب المطالبه. تيجاني توسوس. هذيك هي. ماذا ينفع معه؟ ينفع معها ان تحشرها في الزاويه وان تعمل على تفكيكها. لان نظام ماشي جربنا معاه سنه او سنتين او ثلاثه، راه الان 60 سنه ربما اكثر من حرب 63. 60 سنه الجزائر تغير فيها تعديل الرؤساء، شي كذا 50 حكومه، ونفس النهج تغيرت في كل شيء الا مع المغرب. الا مع المغرب. اذا سيكون نحن من الغباء ان نعيد تكرار ماشي مره جوج 3 10 20 50 حكومه مع الجزائر نفس النهج. اذا يجب حشرها. يا مليح. انا في اعتقادي على ان الدبلوماسيه الان المغربيه عندها يجب ان تشن هجوما واسع النطاق. حمله واسعه النطاق. الان هذه القضيه الماليه جاب الله على طبق من ذهب، يعني ملف يمكن ان يحشد لك عوان على القاره الافريقيه مما لا شك فيه. يرحم بابا. ويقدر المغرب بين هذا وذاك يدعي يدعي الندوه دوليه، ربما تقدر تكون هي جامعيه او غيرها. صافي درك انت الديفو شايفو غير فينا حنا لمناقشه القضيه ديال هاد الازواد والازمه، وهذيك غتكون مناسبه باش نجيبوا كاع الطوارق والفصائل ديالهم، سواء المعارضه غير المعارضه. يا عمري
المغرب من اجل فتح هذا الملف، وهذاك غادي يعطيك امكانيات التدخل حتى في الجزائر. شوف اسيدي، نعم، الا جبت الطوارق كلهم اللي كاينين لا في ليبيا ولا في الجزائر ولا في مالي من اجل مناقشه هذه الاشكاليه، واخا غير الناحيه الاكاديميه العلميه، هذه نسجلوها وندرسوها. ممكن يستمع على كل حال. شكرا. زين. هاي الرجال تعرف تهضر. غيفتح لك قنوات وجسور للاتصال والتدخل مستقبلا في الجزائر لإعادة الجزائر إلى حجمها الطبيعي قبل الاستعمار الفرنسي. عندك حل فكرة تتقبل بها ولا ما فهمتكش؟ خويا احشم.